كنت شايف الصعب مستحيل والعادي صعب والسهل عادي. انت فاهم حاجة؟ اللي هو الريل اللي انت بتتفرج عليه ده بقى عادي بالنسبة لك، لا انا عاوزه يبقى مش موجود اصلا. وتمرينك في البيت ده حاجة سهلة قوي، وتمرينك في الجيم ده العادي بتاعك. صعب بقى ان انت مثلا تعمل ايه بقى، ان انت تعمل كذا تمرينة في كذا حاجة بقى، MMA مع جيم مع كورة، ايا يكن ده مثال. فكل ما تصعبها على نفسك، فاما تيجي تقل ما تقلش مثلا تروح تفضل قاعد في البيت، لا تقل ان هو التمارين بتاعتي العادية، اللي هو تمرينه في الجيم، مش هعمل اكتر من كده. ده العادي بتاعي، ده الطبيعي. والصراحة الطريقة دي بتجيب نتائج اقوى بكتير من ان انت تقعد تسهل لنفسك الحاجة. لان البني ادم هو كل ما يحدد قدراته يعني امكانياته بتتحدد. فانت كده بتعمل شبه ايه، بتخدر نفسك وبتقول لها انت تقدري تعملي مجهود قد كده. مع ان بالعكس، انت لما تسيبها وتعمل الحاجة وتجيب اخرك فيها، تكتشف بقى ان لا والله ده انا ممكن اعمل اكتر بكده بكتير. وتكتشف مع الوقت، كل ما يزيد الوقت، ان بتعمل اكتر من اللي كنت بتعمله زمان. ليه؟ لان انت بتطور قدراتك، لان انت ايه، ما عملتش جمود لقدراتك او امكانياتك، بتنطلق بقى وممكن تعمل اكتر من الناس العادية. تكتشف ان انت عندك موهبة. فبجد الموضوع ده بيفرق جدا يعني. جربه وقول لي عملت ايه. سلام.